السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا خالتي نادرة؟ ازيك يا عروسه؟ حلوه عروسه. ان شاء الله تعيشي يا اختي. اهلا ازيك يا صباح؟ اهلا ازيك يا وسهلا. حبيبتي عامله ايه؟ اتفضلي. شكرا. اتفضل يا علي. ربنا يكرمك ست صباح. اهلا وسهلا. خش يا علي. كرسي. انا بشبه القميص ده حلو. اهلا بك. ايه رايك؟ حلو قوي عليا. عامله مفاجأة. طب ركز. ركز ايه؟ ما انا مركز. هي العلبة دي فيها ايه؟ طيب. ده احنا زرنا النبي ولازمتها ايه المجايب دي واحنا غرب؟ لا طبعا مش غير هي فيها ايه؟ دي بركه المكتبه يا حبيبتي عقبال الحج. يا رب دي مكتبه كده يجعلها جلاش على الكل. ان شاء الله تبقى ادم السعد عليك. يا رب. هي دي بسيمة؟ بص ايدك، خش في الموضوع يا حبيبي، خش في الموضوع. احنا كنا عايزين نطلب ايه؟ قمر يا ابو قمر. قمر لعلي ابننا. عندكم اهي، خدوها وانتوا نازلين. يو. طب وبتعيطي ليه يا اختي دلوقتي؟ اصل كان نفسي امي ولا حتى ابويا يبقوا موجودين في يوم زي ده. لا لا لا، طب ما انت مكان ابوكي، ما انت طول عمرك راجل يا صباح. تعيش. تسلم. ممكن يا خالتي نادرة دقيقتين بس؟ انا؟ اتفضلي معايا دقيقتين بس. عايزاني معاكي يا لا أم؟ ما تحرمش. ماشي يا اختي حاضر. منور يا عم زينب. ده نورك. منور يا علي. ربنا يخليك يا ست صباح. والدنيا عامله معاك ايه يا عم زينب؟ يعني هتعمل ايه يا صباح؟ العلبة دي فيها ايه؟ ما تقول لي. اتفضلي يا خالتي. صلي على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي علي يبقى زي اخويا اللي ما جابتوش امي، صح؟ اخوكي؟ يا اختي طبعا زي اخوكي. وانا بحبه زي اخويا، وانا عمري ما صديت بني ادم. اي حد يقول لي بحبك حتى لو كرهاه، عمري ما اعرف بقى اقول له امشي وبطل الكلام ده والحاجات دي. نيله وقلبي ضعيف واحب اللي يحبني. بس موضوع الجواز ده والله يا خالتي مش بفكر فيه خالص دلوقتي. بس اوعدك اول ما افكر ولا اقول حتى يا جواز مش هيكون غير علي. قولي لي بقى اتصرف ازاي دلوقتي؟ اعتبريني زي بنتك وتصرفي، مش انا زي بنتك بس من غير ما علي يزعل. لا يا اختي، وهو ايه اللي هيزعله؟ انتي بنتي برضك يا قمر. امك الله يرحمها كانت 10 سنين، كنا متربيين سوا. خلاص سيبي لنا الموضوع ده، بس يلا بينا بقى عشان محدش ياخد باله. بس ما تتكلميش انتي، انا اللي هتكلم. تسلمي لي يا حبيبتي. اتفضلي يا خالتي. وبعدين يا راجل، هو في حد في سنك يلبس قميص احمر؟ هو انت ايه مقتول؟ لا وده عليها يموته ربنا. يلا يا علي. يلا ايه يا ام؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا حبيبي، احنا بس هنسيب قمر تفكر على مهلها، وهي عرفت احنا جايين ليه، وبراحتها بقى. معقوله؟ هو انتوا لحقتوا تقعدوا؟ انتوا جيتوا في ايه وماشيين في ايه؟ وهو احنا غرب يا حبيبتي؟ ده بيتنا. يلا يا راجل. قمر يومين كده يا حبيبتي وحاجه اشرب معاكي الشاي. يا ريت يا خالتي نادرة تنوروا. نور مقدارك يا حبيبتي. سلام يا عم زينهم. مع إيه؟ السلامة يا علي. باي باي. انت بتستهبلي يا بت؟ هو جاي يتجوزني انا وسحبه الست جوه ومقنطرانه انا بره؟ ده انا اختك الكبيره ولا عامله لي اي قيمه ولا اعتبار ولا 30 لازمه. بخلص الموضوع. الله، وانا هتجوزه؟ ومادام مش هتتجوزيه خدتي ميعاد منه يقابلني ليه؟ ومجرجر امه وساحبها وجايب هدايا، مش عيب؟ يا اختي سيبينا نعيش شويه والحته كلها تعرف ان قمر جالها عريس ورفضته. يا حربايه، عارفاكي من يومك تموتي في العيال الحلوه المقرشه. بكره يا قمر ربنا يوعدك بواد حلوه بس مش خير. ده واحد طبعا بخاطر نفسي فيه انا عليكي اصلا. يا اختي ما يخليه يجي الحلوه المقرش ده وشوف انا هعمل لك فيه ايه. ولا يا است انجلينا؟
عيش يا اخويا بقى واسمع بحالين كويس. جبت لك اللي ياكل قلبك. لا وحياة امك انت هتعمل لي فيها مصدوم؟ امال لو كانت البنت حلوه شويه كنت عملت ايه؟ خلاص ياما بقى مفيش حاجه. مفيش حاجه؟ ده انت حابس نفسك طول اليوم وما نزلتش شغلك. هو انا عبيطه عنك؟ بقول لك ياما سيبيني في حالي والنبي. شفت حواجبك عقدت ازاي؟ اما انتش طايق نفسك. بقول لك ايه يا واد، انا جبت لك الهمبرجر اللي انت بتحبه، يلا عشان تتعشى. انا ماليش نفسي اكل، وبعدين انا شاكك في البتاع ده. شكك في ايه؟ ده من عند عمك الحاجي. ده الحبه دول ب20 جنيه. ده اسمه كلام ياما؟ تدفع 20 جنيه في الكلام الفاضي ده واحنا مزنوقين وعينا فلوس جمعيه؟ مالكش دعوه، انا عامله حساب الجمعيه. يلا كل بقى وسيبك من موضوع قمر ده، يلا شيلها من دماغك خالص. متغاظ ياما، متغاظ. لو هي مش عايزاني ليه تخليني جرجرك انت وابويا ونروح لهم البيت؟ بتعلم معايا يعني بوش امها ده؟ دماغها كده يا ابني، هنعمل ايه؟ لا دي قصدها تضايقني. ابدا، ولا قصدي تضايقك ولا حاجه، ده بنت غلبانه. كل الحكايه ان نفسها العرسان يبقوا داخلين خارجين كده على البيت عندهم، بس كده. يلا كل انت بقى وتهنى. هضايقها وربنا يضايقها. مالكش دعوه بيها. ده بنت يتيمه ومسكينه وغلبانه. انا بقول لك اهو، حسك عينك وعلى الله تقرب منها. ياما انا بقول لك هضايقها، وانا بقول لك هموتها انت كمان، ده انت غلبانه قوي. بس يا ولا يلا كل. انا باكل اهو. بالهنا والشفا اخوي. متغاظ انا، لما اتغاظ اكل. الف هنا وشفا. كلي معايا ياما تعالي. لا يا حبيبي انا مش متغاظه، انت اللي متغاظ. اما انت بتغيظيني انت كمان ما تاكلي. حاضر هاكل. السلام عليكم. ها يا ابني، الدكتوره قالت لك ايه؟ هي مخلص في ايه؟ ما تتكلم يا ابني، الدكتوره قالت لك ايه؟ ربنا عاوز صبرنا خير. عمليه التخصيب نجحت. الحمد لله. مبروك يا حبيبتي. الحمد لله. ابو عبد الله. الحمد لله. مبروك يا حبيبتي. انتوا بتعيطوا ليه؟ ايه يا سمر؟ بدل ما تفرحي. بقول لك ايه، انا مش عايز ابني ولا بنتي يجوا واخدين على العياط والغم. لا والنبي عايزهم يجوا واخدين على الفرح والانبساط. عايزهم احسن عيال في بين السرايات تما. النبي قول لي وريحني، قالت لك ايه؟ قالت لي كل خير يا حبيبتي. قالت لي انه حاصل، وان الجلسه الجايه هينقلوا الجنين في بطنك وهتبقى حامل رسمي. هتبقى احلى ام يا سمر، احلى ام. يا ما انت كريم يا رب. لا يا وخلص، احنا كده بقى يا ابني لازم نذبح. على قولك يابا، احنا نذبح. لو النبي داري على شمعتك. عندك حق يا بنتي. الكلام اللي بتقوله ده، لا ده الدم في الحاجات دي حلو قوي. خلاص اذبح وفرق على الفقراء زي ما انت عاوز، بس ما تقولش لحد الا لما بس يبان عليا الحمل. ده اللي نفسي فيه. بيني وبينك يابا هي معاها حق، احنا ما نقولش لحد بس نذبح. على قولك نذبح. نذبح عادي ونوزع على بين السرايات تمه. الف مبروك. الحمد لله.